مستقل بيا ليه؟ عشان ما عشان معيش شهاده. طب ايه المشكله؟ بتجوزني ليه؟ يبقى اتجوزني عشان خاطر احنا عيلتنا فلاحين، وكل قرية عندنا فلاحين، ومش كل الناس بيعلموا بناتهم. انا عندي معلموناش، ولا انا ولا اخواتي ولا ولاد عمي ولا حد، احنا كلنا كنا في عيلة واحدة. البنت بتبقى لحد 6 ابتدائي وبيقعدوها، وفي بنات لحد الاعدادية وبتقعد ما بين. ايوه، مش بيعلمونا. بيقول البت تتعلم تروح الغيط، تعمل الزريبه، تحلب البهايم، تخبز وتعجن، غير كده مفيش. واللي يجي يتجوزها ياخدها على كده. ما احنا عندنا ورث وعندنا حاجات كتير وعندنا غيط كتير، وكل بنت في العيله لها قد كده وعندها دهب قد كده، هم عندنا في البيت جايبهم لها. خلاص. المهم، انا جه عليا الدور في الجواز. جالي مين؟ جالي واحد كده ايه، امه جت كلمت امي وقالت لها ده كويس ومتعلم وشغال معاه شهاده. طب معاه شهاده جاي يتجوزني ليه؟ جاي، انا قلت لنفسي جايز عايز واحده تشتغل في البيت وتربي العيال، مش لازم يكون في شهاده. وانا وافقت على كده، وهم عندنا وافقوا على كده، وخلاص ايه اتجوزنا وكل حاجه الحمد لله. ليا سلفتين في البيت، واحدة منهم معاها شهادة عليا والتانية معاها متوسطة. اللي معاها شهادة عليا دي تبقى بنت أخت حماتي، بتشتغل وبتصرف وبتجيب ايه قرش لجوزها، وانا طبعا هم عارفين ان انا عندي ورث. المهم، الشغل متقسم علينا كلنا ما عدا الهانم اللي شغاله دي، لها شغل خفيف تيجي تعمله كده ايه، يلا بسرعه ويلا بسرعه. وحماتي مدلعاها قوي عشان بنت اختها وبتجيب فلوس لبنتها لابنها ولا ايه، معلش حقكوا عليا. المهم، المعامله وحشه جدا وبالذات ليا. هما بيعاملوني كاني ايه ما بعرفش حاجه، لكن مش معنى ان انا مش متعلمه ان انا ما بعرفش. ده انا كنت بروح السوق ابيع واروح الغيط واروح هنا واروح هنا، يعني عارفه كل حاجه. هو مش شرط الشهاده، بس انا عارفه كل حاجه وبفهم كل حاجه. الاقي جوزي مش طايقني ولا عايز يقعد معايا، ومش عايز يقعد معايا. اقول له تعالى اتكلم معايا، ولا اتكلم معاكي في ايه؟ انا اتكلم معاكي في ايه؟ انا عايز افهم يعني ايه تتكلم معايا في ايه؟ هو انا مش مراتك؟ يقول لي بقول لك ايه، خفي عن دماغي الله يخليك، انا مش قاعد صداع. ولا ايه، تحت قاعد مع سلافي الاثنين بيتكلم عادي وبيتكلم معاهم، بس انا ما بيتكلمش معايا خالص. رحت قلت لامي اللي هي حماتي، بقول لك يا حماتي في ايه يا اختي؟ اسمها حماتي، اسمها قولي لي يا ماما، بلاش يا حماتي دي. يا حماتي اسمعيني بس لك بالكلام ده، هو ابنك ماله كده واخدني غصب عنه ولا ايه؟ ليه يا اختي بتقولي كده؟ كل ما اجي اتكلم معاه ما تتكلميش معايا. اقول له انت ساكت، يقول لي مالكيش فيه. هو في ايه ياما؟ هو ابنك واخدني غصب عنه ولا ايه؟ هياخدك غصب عنه ليه يا اختي؟ ما اعرفش، انا ما اعرفش. المهم، تيجي التانية بقى اللي هي سلفتي المتعلمة دي، تيجي من الشغل مش عايزة تعمل حاجة، تعبانة مش قادرة أقف، عايزة أشرب. تقوم حماتي يا فلانة علياني. أقول لها إيه ياما؟ عايزة إيه يا حماتي؟ تقول لي حماتك كانت حمى يا شيخ، روح هاتي لسلفتك تشرب. طب ما تجيب لي نفسيها، هي جاية يا بنت من الحركة بتشتغل، دي متعلمة معاها شهادة، هاتلها تشرب. معلمة معاها شهادة أجيب لها تشرب. تقول لها حضري لها الغدا. انا احضرها الغدا؟ انا احضرها الغدا؟ انت امال مين يعني؟ كاني جايبيني خدامه ليهم وخدامه للهوانم اللي عندهم. انا مستغربه لما هم شايفني قليله كده في عينيهم، كان جوزني ليه؟ انا مش عارفه في ايه. ما كان بنات متعلمين كتير قدامهم، والبلد بلاها بنات كتير متعلمه، وانا كان هيجيلي اللي زيي. لا اله الا الله. المهم عملت ايه بقى؟ في يوم انا نازله من فوق ولقيت جوزي بيتكلم مع حماتي، ما يعرفش ان انا نازله. بقول لها بقول لك بعدين بقى يا بعدين يما، دلوقتي تجوزتي لي الهانم دي عشان خاطر اللي وراها، وانا مش عارفين ناخد منها حاجه. اسكت يا ابني، بكره تورث. هو انت فاكر ايه؟ ده وراها شويات. هو انا مجوزها لك ليه؟ يعني انا خدتها عشان فلوسها يا واخد القرد؟ لا، انا عارفه يا ابني انها قرده، بس هقول لك ايه، نصبر شويه، ناخد حاجه من اللي وراها بس حتى. يا ولود اللذيني، هو انتم خديني عشان خاطر كده؟ عشان خاطر اللي ورايا؟ طب والله لا اوريكم. المهم، انا بروح عند اهلي كل يوم خميس. خدت بعضي ورحت وقعدت مع ابويا وحكيت له الحوار. قال لي يعني ايه يا بت؟ يعني هم واخدين؟ قالوا انت سمعتي الكلام ده ودك؟ اه والله يابا. طب بصي يا بت، روحي قولي لهم ان انت اتنزلتي، طلبت منك تكتبي لي كل حاجه وتنزلتيني على كل حاجه. بجد اقول كده يابا؟ ايوه قولي كده، قولي ان انت اتنزلتيني عن كل حاجه يا بت. ماشي يابا، والله لا اقول كده. المهم رحت ايه، قلت له طب ازاي؟ قال لي طب بصي، امك هتعدي عليكي بكره وتقوم رايحين مشوار.
وتاخدك ايه وتودي تاخدك جيبك عندنا كانك رحتي يعني الشارع العقاري وانت نزلتي له. ماشي يابا مفيش مشكله حاضر. المهم تاني يوم امي جت نادت على ام فلان، قالت لها تعالي يا حبيبتي بقول لك ايه، انا عايزه بنتي بس ساعتين زمن في مشوار كده. قالت لها فين؟ قالت لها رايحه لحد الدكتور وعايزاها تيجي معايا. ماشي يا فلانه انزلي يا اختي انزلي روحي مع عمك للدكتور. نزلت. ايه ياما الف سلامه عليكي. قالت لي اللي يسلمك يا بنتي البسي عبايتك وتعالي معايا عشان اروح للدكتور. حاضر يا ام. طلعت لبست طبعا عارفه دي كلها انا وابويا وامي عاملين الحوار ده، ورحت قعدت عندهم ساعتين 3 ساعات كده ورجعت. المهم قاعدين ايه ما قلتلهمش اي حاجه خالص ومشينا عادي وهم على نفس الموال كاني خدامه عندهم. طلعت فوق لقيت جوزي بيتكلم في التليفون بيقول لي واحده وحشتيني، انا بكره عايز بكره يجي بسرعه عشان انت وحشتيني وعايزه اشوفك. فدخلت عليه الاوضه بقول له هي مين اللي وحشتك دي يا اخويا؟ قال لي انت مالك؟ هو ايه اللي انا مالي؟ هو انا مش مراتك ولا ايه؟ بقول لك يا بنت الناس اهدي كده وصلي على يشفع فيكي، يا ريت بقى تركيني على جنب كده مالكيش دعوه بالحوار ده كله. ايش عرفك ان انا بكلم واحده اصلا؟ انا سامعه كده. لا يبقى سمعتش غلط، ركزي بقى في اللي تسمعيه. ماشي. وكان لي ايه وخدني ايه في 10 بلد زي ما بيقولوا، بس انا حاسه انه بيكلم واحده ست. طب ماشي انا هصدقك واعمل نفسي مصدقاك. المهم ايه نازله بقى ايه عامله نفسي زعلانه بقول لهم ده حماتي بتقول لي ايه معلش حقكوا عليا. بقول لك يا بت هو انت ورثك قد ايه من عند اهلك؟ قلت لها ورثي ايه ياما؟ قالت لي ورثك هتورثيه، مش كل بنت فيكم لها ورث والكلام ده كله. يا انا ياما نسيت بقى اقول لكم كمان ان انا رميت الذهب عند اهلي. وبعدين يا بت ايه هتبقى سالاني عن الذهب، هو انا مش هشتكيش لابسه ذهبك زي الاول ليه؟ ما انت ما تعرفيش يا حماتي. ايه يا بت في ايه؟ مش انا اهلي خدوا مني الذهب في الزياره الاخيره؟ خدوه وازاي ياخدوه وليه ياخدوه ان شاء الله؟ هو مش ذهبهم يا حماتي هم اللي شاريينه ولا انتوا اللي جايبينه؟ ذهب كله انتوا جايبينه اهو في ايدي، لكن الذهب التاني هم خدوه بتاعهم عايزينه اتزنقوا عايزينه اتزنقوا وعندكم ورث قد كده ما بقاش فيه ورث يا حماتي. انا ابويا ختمني على كل حاجه انا والبنات اللي موجودين في العيله كلها وخد الارض عشان هيبيعها. يعني ايه يا بت انت مالكيش ورث؟ لا مفيش ورث خلاص. يا لهوي انت بتتكلمي بجد؟ بتكلم بجد يا حماتي. ايه المشكله يعني؟ يا بنتي يا حماتي انت بقول لك اطلعي من قدامي، امشي من قدامي دلوقتي مش عايزه اشوفك. ليه يا حماتي في ايه؟ هو الورث اللي مخليكي تشوفيني ولا ايه؟ بقول لك يلا 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 على ابو جهلك، على ابو جهلي انا. الله يسامحك يا حماتي والله الله يسامحك. خدت بعضي وطلعت فوق شويه لقيت جوزي بيتكلم اي ماما حاضر نازل لك حالا. راح خد بعضه ونزل لها. بعديها بساعه طلع وشه مقلوب وزي الزفت. بقول له مالك؟ قال لي خليكي في حالك. انت مالك؟ انت مالي ولا مش مالي؟ ما تخليكي في حالك. خليني في حالي ليه كده يا اخوي؟ ليه بتكلمني كده اصلا وانا كنت عملت لك حاجه من اساسه؟ ماشي. دخلت بقى خلصت اللي ورايا ولميت الغسيل وكوت له هدومه ومش عارفه ايه، ما بخلوش عايز حاجه، بعمل له كل حاجه حتى جزمته بمسحها له ومش ماليه عينه على كده. المهم كان اي حاجه طلب يطلبها انا اعملها له. فجاه لقيت ايه بقى ايه المكالمات بتاعته بقت علني قدامي مفيش فرق معاه. انت بتتكلم كده قدامي خالص مش همك انا ولا ايه؟ قال لي بقول لك يا بنت الناس انا هتجوز. يعني ايه قال لي هتجوز واحده معاها شهاده زيي؟ اتفاهم انا وهي مش عارف افهم معاكي. لما انت شهادتك كنت جوزتني من الاول ليه؟ كنت خدتني من الاول ليه؟ انا عايزه افهم. ماشي براحتك. رحت بقى طبعا ايه في الوزاره بتاعتي ورحت كاتب له يومين على اللي حصل. قالوا يعني هيتجوز؟ قلت له هيتجوز. طب بقول لك ايه يا بنتي احنا نخليكي ايه معاه حتى هو متجوز ترضي؟ بصي يابا هما اصلا خانقيني في حياتي بس انا هبقى مطلقه يابا. الناس اللي عليا متطلقه وانا لحقت اتجوز يابا؟ انا بقى لي سنتين بس متجوزه. يعني ايه يا بنتي هتستحملي العيشه دي؟ بصي يابا بقول لك ايه انا هستنى شويه يمكن يغير كلامه، يمكن بيقول لي كده عشان موضوع الورث اللي قالوا عليه، بس هما كده كانوا طمعانين فيا يابا. بصي يا بنتي انا عايزه اقول لك حاجه، انا مش هخليكي تقعدي معاهم اصلا، انا مش عايزك تقعدي مع الناس دي، انا هاخدك منهم اقعدك عندي وهتاخدي حق التالت ومتلت منهم وانا هم. قلت له اصبر يابا لما اشوف الحوار ايه، لو خطر فعلا انا هاجي اخد حاجتي واكش. روحت بقى
حماتي اول ما دخلت انا قلت انت مش جايه تاني ليه ياما؟ مش هاجي تاني، هو ده مش بيتي؟ مش هو قالك اتجوز عليكي؟ هو ليه بيهزر؟ لا ما بيهزرش، ورحنا فعلا اتكلمنا وهيتجوز. هو انت بتعندي فيا يا حماتي؟ عندي في نفسك، ده انت عندك بنت يا حماتي، ليه تعملي معايا كده؟ اعمل معاكي كده؟ انت عايزه واحد جاهل زيك يا اختي؟ لما كده كنت تبتدي من الاول ليه ان شاء الله؟ عشان اللي ورايا ولا عشان ما بقاش ورايا حاجه؟ قال لهم يا حماتي اللي انتوا عايزينه، اللي انتوا عايزينه اعملوه، وانا كده كده وهيتجوز فعلا زي ما انت بتقولي، انا هاخد حاجتي كل حاجه بعضي وامشي. قالت لي حاجتك ايه يا حبيبتي؟ قلت لها حاجتي يا حبيبتي اللي عندك، انت ناس ان كده عندي مؤخر عندك وليا قيمتي وليا حاجتي عندك ولا ايه؟ وانا هسيب حاجه يا حبيبتي؟ يبقى انت يا حماتي شايلاهم حاضر ونعم، من خبيث بخبز لمسيح بمسح، هو حاجاته مكويه وجاهزه، شقته زي الفل، لما الاقي زوجه بيلاقي زوجه وزي الفل كمان، حاضر ونعم. في ايه؟ هو انا اصلا عملت حاجه معاكم ولا ظلمتكم؟ انتوا ظالميني. على العموم لو انتوا عملتوا كده انا هقطع عليهم حاجتي وهمشي. مع السلامه يا اختي، مع السلامه مع السلامه. طلعت لميت حاجتي وخدت بعض واتصلت بابويا وقلت لابويا حصل كذا كذا كذا. قال لي طب خلاص يا بنتي تعالي. ابويا جاب الرجاله من قلب البتاع دوه، جاب الرجاله من البلد وقعدوا يتكلموا وقالوا الكلام ده ما ينفعش ولازم تاخد حقها لما هيتجوز وهي ما قصرتش معاكم. حماتي لا ما تاخدش حاجه. ليه ما اخدش حاجه؟ ليه ان شاء الله؟ ما هي طالبه الطلاق، طالبه عشان جوزها هيتجوز عليها، لازم تاخد حاجتها. الناس حاجهم كده. ابويا جاب القايمه وراح خد حاجتي من هناك وقال لهم بقى المؤخر بتاعها مش عايزين يدفعوا المؤخر، مؤخر كبير، ما هو طبعا كانوا ماضيين على اساس ان انا ورايا، مش عايزين يدفعوا حاجه. ابويا جاب بهدلهم والناس قالوا زي ما فلوسها تاخدها. طب يعني يا جماعه ما ينفعش الكلام دوت، المبلغ كبير مش ماليش فيه. ابويا قال لهم ماليش فيه، كل حاجه بنتي تاخدها، مؤخرها والنفقه المتعه بتاعتها وكل حاجه تاخدها، بنتي ما جاتش عليهم. ابويا شديد وعمامي شداد، وفعلا خدت كل حاجتي واتطلقت منه وراح اتجوز اللي معاها الشهاده على اللي عملته فيه. التناكه مش عايزه تعمل حاجه، بصت للهانم اللي شغاله بقت كده. والتالتة سلفتي التالتة قالت لهم انا مالي، او انا زي اللي اتطلقت، انا ما عملتش حاجه لحد، انا ماليش دعوه. سلفتي بتكلمني عشان احنا اصحاب، ما عملتش فيها حاجه، حكيت لي على كل حاجه وقالت لي ولا بتكويله ولا بتعمل له ولا، وبيقارن بينك وبينها، تقول له دي الجهله، يقول لها الجهله دي كانت احسن منك، ندمان عليكي ندم الدنيا كلها. وسمعته بيكلم امي يقول لها احنا جينا عليها وظلمناها، اللي خدها بعديه فرجت عليه امه لا اله الا الله، وقويه وبتشتغل وبتجيب قرش زي ما هم عايزين. واكتشفوا بقى ان انا ما اتنازلتش عن حاجه. ما اتنازلتش عن الحاجه ولا اتنازلت عن حاجه، وذهبي موجود وحاجتي موجوده وكل حاجه الحمد لله موجوده. والتانيه طلعت عينهم وريتهم نجوم في عز الدور اللي متعلمه وطلبه وقالت ايه، وطلبت كمان الطلاق وعايز تتطلق. لفوا لفوا عايزين يرجعوا تاني ليا. طب ما انا الجهله، يرجعوا لي ليه؟ قلت لهم ابدا، ما ارجعش ابدا. سقوا على ابويا كل البلد تقريبا. ابويا قال لهم ما عنديش بنات ترجع تاني، ما عنديش بنات، انا هجوزها اصلا، خلاص كده هجوزها. والتاني ندمان ندم الدنيا، وسلفتي تقول لي والله ندمان عليكي، ندمان عليكي. قول لها والنبي لو عمل ايه؟ شايفني قليله في عينه وكان واخدني عشان اللي ورايا. الحمد لله اللي ورايا زي ما هو، وانا الحمد لله وربنا خد لي بحقي منهم كلهم. دلوقتي انا عايز يرجع ليه بعد ايه؟ يرجع. وانا بقى ربنا كرمني بواحد الحمد لله، هو معاه متوسطه بس ما شاء الله عليه، دخلت بيتهم وبيعاملني احسن معامله، والحمد لله حماتي كويسه جدا وربنا عوض عليا. وكمان الحمد لله حبلت الحمد لله، مع التاني الحمد لله ما حصلش حمل، لما يكون ربنا عالم بيا. والتاني ندمان عليا بقى،
التانية اتطلقت منه وقاعد من غير جواز اهو، محدش عايز يوافق عليه. وكل الكلام يوصل لعندنا. انا ندمان اللي هي كانت شايلاني، كانت منضفاني، كانت عاملاني. طب ما انا كنت كده في ايدك دلوقتي خلاص. دلوقتي رميت طوبته، وجوزي الحمد لله راجل كويس جدا، والحمد لله فلاح بس الحمد لله شايلني فوق دماغه. شايلني فوق دماغه. وحماتي كويسه وسلايفي كويسين، ربنا عوض عليا. ورجعت بقى لبست ذهبي تاني وتمشي بيه، وام بقت تقابلني لابسه ذهبي، وانا بطني قد كده قدامي ماشيه تدلع. ربنا جاب لي حقي، جاب لي حقي منهم. وراح بقى ايه اللي ما عرفته تاني، خطب بقى وهيتجوز تاني. الله. انا بتمنى والله، بص انا مش بتمنى حاجه وحشه لحد، بتمنى ربنا ياخد لي حقي، حقي منهم. يعني ايه جهله؟ هي الجهله دي ما تعرفش تفتح بيت؟ طب احنا ما تعلمناش، بس شايله جوزي من كل حاجه. ايه المشكله؟ هو لازم اكون اقرا واكتب عشان اقدر اعيش مع جوزي؟ طب خلاص، كنت من الاول خدت واحده معاها شهاده بتقرا وتكتب. هو انا ضحكت عليه؟ ما هو عارف ان انا ما بتعلمش، وعندنا العيله ما بتعلمش بناتها. ايوه عندنا العيله ما بتعلمش بناتها، وكل البلد عارفه كده عننا. واللي بيجي يتقدم لواحده في العيله عارف انها مش متعلمه، وبيرضى بيها وعايشين. انا اللي بختجي كده، اقول الله يسامحه ودي على قد نيته. وانا الحمد لله عايشه كويسه دلوقتي، وقربت اولد اهو، جوزي كويس وشايله فوق راسه، ومش طمعان فين ان هو كمان عنده زيي. والحمد لله، الحمد لله على كل حال. ايه مش متعلمه وايه مش عايش شهاده؟ طب خلاص من الاول ما تاخدوش بنات الناس تبهدلوهم. هو ايه المشكله؟ طب ما ايه المشكله؟ ما يعني هما كل امهاتنا بتوع زمان دول والله امه هي نفسها كانت متعلمه؟ ماماها مش متعلمه، مش متعلمه اصلا، ولا ابوه كمان متعلم اصلا. وعشان يتعلم يفتري على الناس، ياخد بنات الناس يبهدلهم؟ ليه؟ ان شاء الله. انا زعلانه مش هكدب، اول بختي طلع كده واتطلقت، بس الحمد لله. انا كنت خايفه من كلمه المطلقه دي، بس الحمد لله ربنا وعدني راجل كويس ابن حلال، وما كانش دخل دنيا على فكره، ما كانش اتجوز قبل كده، عشان انا ما ظلمتش حد. اهو الحمد لله حقي خلص، والتانية خدت كل حاجه وسابته، وهو لحد دلوقتي ما اتجوزش. اقول ايه؟ اقول الحمد لله، الحمد لله. بس انا مش متعلمه، ويقعدوا يتكلموا عليا جاهله ومش جاهله، وشفت اللي محدش شافه، ولدرجه ان انا قلت استنى لحد اخر لحظه، يمكن كلام بيضحك عليا وبكده بيقول لي، ولا كان بيتكلم معايا زي الرجاله كده بيقولوا مع مراتاتهم، ولا يقعد يحكي لي ايه عمل ايه في شغله ولا اي حاجه. شايفني خدامه، هم شايفيني خدامه كلهم. اقول ايه؟ او ربنا ينتقم منهم. والحمد لله ربنا عوضني خير، لان انا الحمد لله نيتي ما كانتش وحشه من ناحيته، الحمد لله. عشان كده اللي اقدر اقوله، اللي ياخد واحده عشان اللي وراها يغور في داهيه، لازم ياخدها عشان هي يفتح بيها بيت، يبقى اسره واحده في موده وفي رحمه، مش في خدامه وفي سيد. مش هقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل، لان بصراحه شفت اللي محدش شافه، وهي دي حكايتي وقصتي. اللي كل واحد قبل ما يتجوز، قبل ما تتجوز ولا ايه، لا تبص الاول يساله كويس عنه، رغم ان ابويا سال، ما قالوش ان هو طمعان وغير طمعان. المال بيروح، ما بيفضلش غير الاشخاص اللي قدامك والناس اللي قدامك. احنا بنعمل ماشي المال اللي بيعملنا. يلا اهو نصيب، والحمد لله جت لحد كده، الحمد لله. انا اتجوزت الحمد لله، وراجل كويس ابن حلال، وربنا رزقني، وقعدت سنتين مع التاني وسبحان الله ما حصلش حمل، ولا حتى فكر يكشف يقول ان احنا ما بنخلفش ليه، عشان مش عايز مني عيال. هيجي من الجهله؟ الحمد لله على كده، الحمد لله كله خير، ويكون ربنا حلو وكويس. الحمد لله، الحمد لله.
يلا اهدي قصتي. يلا بقى سلام عليكم. دي بقى قصه النهارده، فانا عايزه اعرف رايكم فيها ايه، يا ريت تقولي رايكم فيها.